خير عليكم، تعالوا مع بعضنا نديروا كرواسون ملح بطريقة سهلة بسيطة. كوبايتين من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة حليب، معلقة كبيرة زيت، رشة ملح. نعجنه بمية دافية لعند ما تتشكل معانا العجينة. وفي النهاية حطيت شوية زيت. لو حسيتوها مثلا انها تلصق ضيفوا دقيق شوية مش واجد، لان وقت الفرد يعني نفردوها بالدقيق. خليتها تخمر قيس تقريبا 15 دقيقة مش أكتر. بعدين على المفرش بتاع العجينة أو أي حاجة تحبوا تفردوا عليها، فردتها كيف الدائرة يعني. بعدين قطعتها مثلثات. الحشوة كانت طبعا دجاج بالبهارات وبالفلفل حلو ألوان بصل توم. الحشوة اختياري، ممكن مثلا تحطوا تنو هريسة ودحي، ممكن مفروم، ممكن شاورما دجاج عادي كيف ما تحبوا، ممكن همبرجر حتى هي تجي سمحة. وطبعا الكوشة على درجة حرارة 180 من تحت. أول ما ياخد لون ذهبي نولعه من فوق. بالنسبة للدهنت من فوق صفار الدحي، حطيت عليه شوية فلفل أكحل وملح وشوية خل، ودهنت على الكرواسون ورشيت هنا حبة البركة، ممكن الجلجلان اللي هو السمسم. بجد يهبل وخفيف وهشة، وهذه أكتر عجينة بنستخدم فيها في جميع أنواع المعجنات. ونشوفكم في فيديو جديد.